بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى كده ان شاء الله فيديو جديد كده. انا طبعا النهاردة بقى طبخت عملت بسلة. اول حاجة كده البصل ومعاه قرن فلفل كوبي، ضربتهم في الكبة وكان معاهم فصين توم، ضربتهم في الكبة اهو عشان اعمل التقلية بتاعت البسلة، التسبيكة يعني. وهنا بقى حطيت الطماطم وحطيت عليهم حبة بصل برضو. يعني بيبقوا حلوين، يعني بيدي طعم حلو. وحطيتهم بقى هنا على الكبة وفي الخلاط وضربتهم بقى في الخلاط. ماشي. بعد كده هو بقى انا كنت حطيت ميه على النار فيها لورا وحبهان وبصل وطماطم، كل ده مضروب في الكبه. وحطيته بقى اول ما الميه تغلي كده اروح منزله بقى كنت طبعا شطفت الفراخ شطفه حلوه وظبطتها يعني. هنا بقى حطيت معلقه سمنه وعليهم حبه زيت، براحتك بتحبي تعملي بالزيت براحتك، يعني كل واحد يعمل اللي هو بيحبه. هنا بقى حطيت بصله كده على النار بشوحها عشان خاطر اعمل التقلية بتاعت البسلة. انا بحب بقى اشوح البسلة دي، انا كنت مفرزاها، بحب اشوحها في البصل الاول قبل ما احط الطماطم. تمام، انا بحب قوي اعملها كده وبتدي طعم حلو جدا على فكرة. والبصلة بتشم من ريحة البسلة كده، بتدي طعم حلو يعني. وقطعت بطاطسايتين برضه، عملتهم مكعبات وحطيتهم عليهم بعدها بشوية، وبعد كده نزلت عليهم بالطماطم اللي انا ضربتها معاكم. ماشي. هنا بقى عندي طبعا انا برامات. انا اول مرة اعمل معاكم برام على القناة. فقلت بقى كده اعمل برامات. برام رز كده فلاحي محترم. هنا بقى كنت غسلت الرز وحطيت الرز في البرامات كده، تحطي يعني نصها او اقل من نصها، حاجات بسيطة رز. اوعي تمليه، عشان اصلا الرز ده لما بيتشرب بقى بياخد مساحة وكده وبيزيد، اقصد يعني فاهميني. بس وجيت بقى هنا غليت لبن. واللبن عايزه اقول لك اللبن ده كان عليه قشطه، وانا حطيت له كان عندي قشطه. حطيت بقى ملح على كل برام، حبه ملح وحبه فلفل اسمر، وتحطي قشطه. لو مش عندك قشطه خلاص اعملي باللبن. وتحطي تعايري بصبعك، تحطي بعد ما تقلبي كده البرام زي ما انتي شايفه، هتحطي صبعك كده اول عقله، يبقى ده سوى الميه يعني اقصد سوى اللبن، يعني فاهمين. هنا بقى انا عندي فرن بلدي عادي، اللي هو دوت اللي انتوا عارفينه دوت. انا بقى كنت عملت فيه البرام، بصراحة طلعت ما شاء الله جميلة. والبسلة بعد ما استوت في الحلة حطيتها في البرام وحطيتها وش في الفرن، والفراخ نفس الكلام. هنا بقى كنت حمرت لسان عصفور، بحب اعمله كده جنب الاكل بيبقى طعمه حلو. عملته بالشوربه بتاعت الفراخ، ورحت برضو حطيتها كده في الاكل. وعايزه اقول لكم البسله لما تيجي كده تشرب الصوص بتاعها، وبقوا زودوها حبه شوربه. عايزه اقول لكم الشوربه بتخلي الطبيخ ريحته طعمه حلو يعني. بصوا الرز المعمر كان مفلفل وكان تحفه ما شاء الله، كان جميل. بصوا الفراخ دايبه ازاي. عايزه اقول لكم الاكل كان زي العسل والله بجد. بص الرز مفلفل وجميل ازاي. هنا بقى قلت الصلاه بقى كده عايزه اعمل لها كده روتين خفيف كده امسح يعني لو في تراب بتاع كده. يعني حاجات خفيفه كده يعني اول باول كده اعملها. هنا بقى كنت انا خلاص كنت كنست الصلاه كلها. ماشي. ولميت بقى التراب كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى كده. دي مية وعليها دوني. دوني سايب، بحط دوني سايب وعليه مية. ماشي. وحطيتها كده في البخاخة، وبرش بقى كده في القماشة وامسح بقى. عايزة اقول لكم بتخلي ريحة العفش ريحته حلوة، وبتدي ريحة حلوة في المكان اصلا. يعني بصراحة انا ريحته جميلة بجد. وماشي. انا بقى هنا كنت بمسح النيش كده زي ما انتوا شايفين.
عايزه اقول لكم وقت بسيط وانجزت في حاجات كتير، وعملت الاكل وروقت، عملت كذا حاجه يعني. هنا بقى نفضت الانتريهات كده بقى الاول، ماشي، ومسحتهم كده. عايزه اقول لكم بقوا بيلمعوا شكلهم حلو. وانا عايزه اقول لكم ان هي يعني كانت مطربه على الخفيف كده، فانا قلت بقى ايه يعني ما سيبهاش بقى تطرب اكتر، لا اول باول كده تبقى ايدي في الحاجه عشان الحاجه ما تتبهدلش. وبدات بقى ايه ان انا افرش البيضات تاني. انا عايزه اقول لكم مفيش حد اصلا، يعني احنا مش قعدتنا مش في الريسبشن خالص، احنا بنقعدوا في الاوضه اللي فيها الشاشه وكده. بس بقيت بقى ايه اعمل كده كرسي كرسي نفضه، ماشي، وامسحه واحط البياضه تاني عليه، واحط التكايه بتاعته يعني احطها عليه. هنا بقى ايه كده كنت خلصت دوت كده خلاص اهوت اهو. دخلت بقى ايه كده على الجنب التاني برضو، كان الكرسي برضو عملته وظبطته كده يعني. بقيت انفض كده يعني جزء جزء كده واصوره لكم برضو عشان يعني ايه تشوفوني وانا بعمل الحاجات ديت برضو ايه. بناخد افكار من بعض وبنستفيد من بعض. عايزه اقول لكم ان انا بستفيد من ناس كتير جدا، وفي ناس بتستفيد مني، كلنا يعني بنستفيد من بعض. عايزه اقولك لو انتي متعرفنيش او اول مره تشوفي الفيديو بتاعي، انا اسمي غاده. اتمنى تشتركي عندي في القناه وتفعلي زر الجرس وعشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، وتبقي اخت من اخواتي، تشرفيني وتنوريني. طبعا انا بتمنى يبقى ليا ناس من كل مكان ويشوفوا فيديوهاتي يعني ونكبروا سوا كده ونبقى عيلة حلوة ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى مسكت كده ايه الكرسي ده برضو كده عملته، ماشي. ده كده ايه كان روتيني يعني، حاجات خفيفة كده وعملتها وما خدتش معايا وقت، لان انا بيبقى ايدي على طول في البيت. فروتين كده خفيف يعني ايه بقى. وانتوا عارفين بقى دلوقتي احنا في شتاء وكده، فبرضو وعايزه اقول لكم كمان ايه يعني ما بقاش بقى في دلدقه ميه ولا انا كنس. وعايزه اقول لكم إيه طوقت الارض كلها بالشرشوبه وحطيت فيها دوني. عايزه اقول لكم ريحه الريسبشن ريحته جميله جميله جميله. وعملت برضو هنا الصالون برضو هنا نفضته برضو ومسحت الخشب بتاعه. ريحة الدوني في كل مكان عشان انا مسحت بيه الخشب ومسحت الارضيات. عايزه اقول لكم ريحته جميله. ممكن كمان تحطي فانيليا على فكره، بتكلم بجد والله. ممكن تحطي فانيليا كمان، الفانيليا ريحتها حلوه جدا على فكره، وبتدي ريحه حلوه كده يعني. فعادي يعني، كلنا بنبتكر، كلنا بنعمله حاجات آه، وكلنا بنتعلم من بعض. مفيش حد اتولد عارف كل حاجة يعني. بس هنا بقى ايه المصلية بقى دي جزء اهم جزء في البيت بجد يعني، في راحة نفسية الحمد لله. هنا بقى بصوا كنت مسحت بقى هنا الحتت دي كده كلها اللي انا حاطه فيها المصاحف، ورجعت بقى المصليات تاني حطيتها. ومسحت بقى باب الشقة برضو كان في حبة تراب كده خفاف، برضو قلت امسحه كده ايه. الدنيا ايه بتنور بصراحة يعني، لما بعمل الحاجات دي كلها الدنيا بتنور وتبقى شكلها حلو كده. عايزة اقولك الحاجات دي على طول لما تبقى ايديكوا فيها الدنيا تبقى زي الفل. مراية اوضة النوم، الحاجات دي الحاجات اللي بتبان قوي دي على طول كده تبقى ايديكوا فيها تبقى الدنيا زي الفل. هنا بقى حطيت حبة دوني على الشرشوبة وبدأت امسح. عايزة اقولكوا الدنيا بقت زي الفل خلاص. هي انتي بس مجرد كده حاجات عملتيها كده بسيطة خليتي الدنيا ريحتها فلة وكل حاجة، بس خلاص. اتمنى تتابعيني وتبقي اخت من اخواتي، ويا رب كده يعني نكبر كده سوا
واللي ما يشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ان شاء الله كده. وتعملي لي لايك حلو كده من ايدكم الجميلة. ودي ملك، دي مكة بنتي صغيرة خالص، بتعمل لكم باي. هنا بقى ايه بعد ما خلصت خالص الريسبشن، حبيت برضو ان انا اصوره لكم برضو ايه تاخدوا كده جولة فيه ان شاء الله. انا بحبكم جدا جدا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. في رعاية الله، بحبكم.